السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله باذن الله غنقدم معكم واحد الحلوى اللي هي ساهله وكتطلع هشيشه وبمقادير اللي هما في اي كوزينه. المهم البواطه ديالكم ما باقيش غتخطاها نهائيا والوليدات ديالكم غتعجبهم وانا متاكده. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. المقادير اللي هما ساهلين. عندي هنا شويه ديال الملحه، واحد فاني، 16 ديال الخميره ديال الحلوى. هنا الدقيق من طبيعة الحال على حسب الخليط، دقيق فورس. هنا عندي 3 ديال البيضات. هنايا كاس ديال الزيت الرومية، كاس ونص. هنا عندي كاس ديال السكر كلاصي. وبالنسبة للتزيين عندي هنا كوفيتير ديال المشماش، هذا هو اللي كيجي مع الحلوى. اللي ما عنده يدير العسل، ولكن غالبا الكوفيتير كيجي زوين. هنا عندي الكوك. هنا عندي داك الشوكولات حبيبات رقيوق. كيف قلت لكم هادو كيبقاو للتزيين. غندوزو ان شاء الله دابا على بركه الله باش نخلطوا الخليط. غنديروا هاد 3 د البيضات. كيف قلت لكم حلوه غير مكلفه، غير 3 د البيضات راه كتحط لك تبارك الله ما شاء الله تبصيل ديال الحلوه. غنزيد عليها داك كاس ديال السكر كلاصي. غنزيد عليها دابا داك شويه ديال الملح، غير طريقه ديال الملح. غنزيد ديك 16 فاني صافي. وغنخلط هذا الخليط هكا مزيان. بالنسبه للسكر كلاصي، السكر كلاصي كيخلي لنا الحلوه كتبقى هشيشه. هذا هو الدور ديال السكر كلاصي. وكيف قلت لكم حلوه اللي هي ساهله، تجلسي تتعيا تنوضي توجديها دغيا في البلاصه كتوجديها. واللي بغى كتير يمكن ليه يضعف الكميه. صافي هنا كنبقى كنزيد بالزيت بشويه بشويه وانا كنحرك حتى كيذوب لينا داك السكر، ما كيبقاش يبان نهائيا. هنا سرعت لكم الفيديو باش ما يجي طويل بزاف. المهم كنكملوا داك كاس ونص ديال الزيت. وراه كيف قلت لكم قلت ما عندكم ما يدار كتنوضوا ديروا حليوه بحال هكا وتحطوها في البواطه كل نهار شويه شويه، راه كتجمع تبارك الله ما شاء الله كتير. وعمر الحلوه ما تخطاش الدار، يعني اللي هي ساهله غير مكلفه. ديك الساعه الزين كيبقى اختياري كتفني فيه كما بغيتي والشكل. صافي دابا كندير داك الدقيق وانا كنخلط بشويه هكا بشويه، وكنزيد عليه ديك 16 ديال الخميره ديال الحلوه. المهم الخليط ديال الحلوه ما يكونش قاصح، ما يكون جاري. اين فوا كتجمع لينا اولا غير كتجمع لينا صافي. دابا غنجي نكورها هكا على هذا الشكل. المهم كيف قلت لكم الشكل اولا التزيين كيبقى اختياري. وراه فايت لي حاطه لكم الحلوه ديال جوج ديال البيضات تبارك الله، حاطه تبصيل ديال الحلوه وبالشكيلات حتى هما. دابا هذه عاوتاني بثلاثه د البيضات وحطيت ما شاء الله تبصيل. صافي كنبقى كنكورهم هكا على هذا الشكل حتى كنعمر الطاوه ديالي. من طبيعه الحال الفران شاعله كيسخن، وغندخلهم الفران ونتلاقاو. هنا من بعد ما طابت ليا الحلوه وبردات غندوز ان شاء الله باش نزينها. كنمشي كنغطس هكا داك الفوق ديالها في الكوفيتير، وكندير وحده في الشوكولات وحده في الكوك نفس الشكل. راه كيف كتجي اش غنقول لكم ما شاء الله غير مكلفه، ولكن لا حطيتيها فمك كتذوب. يعني حنا مع السهلات كنقول لكم حلوه اللي هي ساهله وغير مكلفه. يعني ما عطيش تعكزي تنوضي تقولي ما نوجد الحلوه غتجيني غاليه غتجيني هذه حلوه ساهله مضمونه. كيبقى لك كيف قلت لكم الشكل والتزيين لك اختيار. ايوا هذه هي الحلوه، ها هي كيف جات. انا هنا وريتكم غير شويه، ما هي ما شاء الله حطات كتير. نتمنى تكون عجباتكم الفكره.
ما تاخدوش شي فكرة اللي هي صعيبة على الحلوة، يعني حنا مع السهلات. ونتمنى إن شاء الله تكون عجبكم الشكل ديالها، وجربوها وردوا عليا، وبالصحة والراحة.